احيانا كتير بنفتكر ان ايماننا لو مش قوي جدا، ايمان بسيط، بنخاف ان ده يكون عيب في شخصياتنا. عارفه زكريا الكاهن لما دخل في النوبه بتاعته علشان يقدم البخور قدام الله، وجاله الملاك جبرائيل عشان يبشره باحلى حاجه كان نفسه فيها من زمان، ولما جات له البشاره ان هيجيله ولد فعلا وان صلواته اتسمعت، للاسف ما صدقش. رغم كل الصلوات دي، رغم سنه الكبير، رغم انه كاهن، لكن ما قدرش يصدق. وده خلى الملاك يقول له ان انت هتفضل صامت لغايه ما الولد يجي. لو جينا نقارن زكريا بقامته الروحيه بسنه الكبير مع مريم العذراء الجميله الصغيره، رغم كل المعوقات اللي كانت موجوده، انها مش متجوزه وانها مش قادره تستوعب البشاره الكبيره دي، لكن ايمانها البسيط استوعب وصدق. وده خلاها ترد على الملاك وتقول له ليكن ليك قولك. اوعي تخافي انه ايمانك البسيط اللي مش معقد، اللي مش مليان شكوك، هو ده عيب فيكي ابدا. الايمان البسيط الله بيطلبه مننا. اشجعك النهارده تفتخري ان ايمانك بسيط، وكل بشاره وكل كلام الله يقوله لك اقبليه ببساطه في حياتك، علشان ده هيكبرك وهيخليكي مميزه جدا جدا.